هلو زي ما شفتوا في الاول الاسعار مولعه نار في المحلات وكمان محلات القماش. يعني انا لو روحت وجبت قماش جديد وكده وعملته لنفسي هوفر بس مش كتير. فجبنا عباية ماما حرفيا بقالها قرن، وكل اللي في دماغي ان انا اعمل عباية زي اللي طالعة قدامكم دلوقتي. طالعة ترند جدا ومالية الدنيا في رمضان، فانا قررت اعملها من عباية موجودة عندي والقماشة بتاعتها زي الفل. السواد بتاعها على فكرة احلى بكتير من الصورة، ومش هتكلفني حاجة. اول حاجة العباية بتاعتي مفتوحة من الجنبين ومقفولة من ورا ومن قدام. اوكي، فانا هعمل ايه؟ انا هقفل من الجنبين وهفتح من قدام بحيث تكون عباية مفتوحة، او زي ما بنقول الكارديجنز بتاعت رمضان والجو ده. بس الحقيقة انا مش عاملاها عشان رمضان خاص، احنا اصلا رمضان خلص. انا عاملاها عشان العيد. اول حاجة هعملها ان انا هشيل كل الكنارات والحاجات اللي موجودة في الايدين دي، ورحت جبت متر من الكنار ده. المتر منه ب25 جنيه، انا جبت 2 متر. يعني العباية كلها هتكلفني 50 جنيه. يعني يا بلاش عباية للعيد ب50 جنيه، عباية لو انتي عايزة تكملي رمضان ب50 جنيه، عباية او كارديجان ممكن يتلبس على جينز او جيبة او اي حاجة ب50 جنيه. اول حاجة بدأت بيها ان انا زي ما قلت هفك كل الحاجات دي اللي انا مش محتاجاها، اللي على الايدين وكمان اللي كانت موجودة على وش العباية بتاعتي. اوكي، وطبعا انتوا عارفين الاسعار مولعة نار بجد. يعني العبايات دي اقل حاجة 350، والكواليتي بتاعتها بجد مش احسن حاجة، القماشة مش احسن حاجة، والتقفيل كمان بتاعها مش احسن حاجة. فليه؟ يعني انا عندي عباية وعندي الخامة بتاعتها كويسة، القماشة بتاعتها كويسة، واللون بتاعها كويس، فليه لا؟ مش بس عشان الاسعار وان الحاجات الكويسة بدأت تدخل في 2000 والارقام الغريبة دي، بس عشان ليه لا؟ انا إيه اللي يخليني اروح اجيب حاجة غالية قوي كده، او مش غالية بس غالية بالنسبة لي لان انا مش بلبس عبايات ومش ده ستايل لبسي كله. فايه اللي يخليني اروح اجيب حاجة زي كده غالية او بالرقم ده وانا ممكن اعملها ب50 جنيه وانا كده كده مش بلبسها كتير؟ فاهمين الفكرة؟ يعني انا ممكن ادفع في حاجة هلبسها كتير الرقم ده، لكن حاجة انا مش بلبسها كتير، فيبقى انا ممكن استغل اي حاجة عندي واعمل منها نفس الشكل ويمكن احلى كمان. بدأت اجيب الكنار بتاعي وحاولت اركب الاول الفكرة العامة لشكل الكنار هيكون في العباية ازاي او على الكم ازاي، لان انا كنت حاسة ان هو رفيع قوي، فكنت مش عارفة اعمل مثلا طبقتين ولا اعمل ايه. يعني ايه الافكار اللي جت في دماغي؟ طبعا من قدام برضو هحط الكنار بس برضو مش للاخر، وكل ده طبعا اتغير. يعني انتوا هتشوفوا في الاخر قررت قرارات تانية خالص. بدأت افتح العباية من قدام. هعملها ازاي؟ ان انا هاخد وش العباية بس من قدام قبل ما اخيط الجناب عشان يكون بالنسبة لي سهل. هاخد وش العباية كده واتنيه بالنص وافصله خالص عن الظهر زي ما انتوا شايفين معايا اهو كده. وهبدأ اظبط الوش بتاعي عشان يكون مظبوط. باكد عليكم لازم نتاكد ان الرقبه من فوق مظبوطه، ان هما الاتنين بالنص عشان يبقى ايه مفيش اي مرتفعات وانخفاضات بقى ايه في العبايه بتاعتي. هبدا اظبطها كده وكل جزء اجي اعمله اظبطه كويس علشان ايه نتفادى اي اخطاء. زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ايه اقص الوش بتاعي. اقص الوش واخيط الجناب على طول. طيب كده بعد ما خيطت الجناب خيطت طبعا الناحيتين، وكمان شلت الكم بتاع العباية، شلت الكمين طبعا، لان انا بالنسبة لي اريح ان انا اشيل الكم واحط الكنار والعب فيه براحتي بعدين اركبه تاني. لو انت بالنسبة لك لا صعب الموضوع ده فلا
خلاص ما تعمليش الحركة دي، بس انا بالنسبة لي هيكون اريح. تاني حاجة فكيت الحتة من الانفورم بتاع العباية من فوق عشان لما اجي احط الكنار يبقى على نظافة. وهنعمل تانية صغيرة او بيسموه مرض. هعمل تانية صغيرة اللي هي تانية صغيرة يعني عشان بس شكل العباية يكون انضف مكان الفتحة اللي احنا فتحناها في وش العباية. يا رب تكونوا فاهمين انا قصدي ايه، او فاهمين ان الفكرة العامة هتكون شكلها ازاي. تمام. ادي الكم اللي احنا اخدناه اللي طلعته خالص من العباية، وبعدين رحت جبت الكنار بتاعي ورحت واخده الطول اللي انا عاوزاه ورحت قصيت على 2 علشان ايه للكمين. بعد كده هعمل ايه اهو كده الاتنين على بعض واروح ايه فصلهم عشان يكون كل واحد لوحده، كل كم لوحده اهو كده. وبعدين ايه نركبه. بعد كده ايه الحركة اللي احنا هنعملها ان احنا هنحط شراشيب. طيب الشراشيب دي احنا عملناها قبل كده مع بعض، والفكرة ان انا كنت عايزة حاجة تديني الشكل ده. تمام، يعني انا رحت عند الحباك عشان اشتري حاجة تديني كده بس ما كانش موجود، فاحنا هنتصرف نعملها ازاي. احنا عملنا الشراشيب مع بعض في فيديو قبل كده، بس انا عملت ايه يعني خليني اوريكم واحدة. انا عندي هنا مثلا واحدة بنربط هنا خيط عشان يديني شكل الراس دي. لا انا هفك الخيط ده خالص علشان يديني مساحة واستخدم شراشيب ايه اقل. حلو كده. فهنفك دي بالمقص اهو كده، فهتبقى دي معانا كده تحط ايه كده. حلو. طيب بعد كده ايه انا بوريكم اهو الفكرة العامة هيكون الشكل كده. طيب انا عندي دي هنا لسه في ايه حتة تخينة يعني، هنشوف ازاي هنتصرف في الموضوع ده. المهم انا لازم اثبت كل واحدة واحدة. اجي ازاي يعني انا حددت مكان دي اهو كده، واروح جاية بخيط واروح مثبتاه ماسكة كده مثبتاه غرزة خفيفة بس عشان ايه اثبت مكانها. هعملها على المكنة كل حاجة تتظبط اهو كده وكده. اثبت عند ايه الحتة التخينة اللي في الراس دي من فوق بس. خلصت اروح محددة التانية جنبها، احدد الطول مثلا لو في واحدة اطول من واحدة مثلا اهو كده، واروح جاية من تحت برضو وعند الحتة دي اللي هنا اهو شايفين، واروح عاملة ايه غرزة تحت كده، غرزة واحدة بس عشان احدد ايه مكان الشرشوبة بتاعتي، عشان لما اجي اخيطهم ما يضيعوش مني. هنخيطهم تحت المكنة. حلو كده اهو كده كلهم مع بعض هيثبتوا دلوقتي ايه عشان هنخيطهم تحت المكنة هيثبتوا. هكملهم واجي هنعمل كده مع كل غرزة 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 لحد ما اخلص. ماما بتحب تنجز على طول، مش لسه هنخيط ونعمل غرز، عملتها على طول تحت المكنة. بصوا كده كده ايه اهو بصوا بعد ما طلعت خطيرة. طيب بعد كده المفروض انا اثبت، احنا ثبتنا دوسنا خط واحد، طيب المفروض اعمل ايه ندوس هنا خط تاني. طيب انا عندي هنا كمان
عقدة او راس او يعني حاجة كبيرة، عشان ايه ما نبوظش المكنة. هنعمل ايه؟ عند الخياطة اللي انا خيطتها دي هعمل ايه؟ هروح شايلة الحتة اللي من فوق دي خالص اهو كده. يا رب تكونوا شايفين معايا اهو كده، وهشيلها خالص اهو كده، بحيث ان انا لما اجي اثبت تاني تبقى عادية اهو كده، ما يكونش فيه زي ايه حاجة طالعة وحاجة نازلة، لا كلهم يكونوا ايه سوا واحد. شايفين هيكون شكلها ازاي على السول؟ هعملهم، هشيل الباقي كله وايه وادوس هنا كمان خط بالمكنة. كده عشان التثبيت. اهو كده خلصنا اهو الكم. ماما بعد ما عملته اهو كمل باقي العباية، وبعدين ايه عشان نثبت الكم في العباية. شايفين ازاي خطير؟ طيب بعد ما عملنا المرد اهو هنعمل ايه؟ هجيب الكنار اللي عندي حلو، انا هعمل على 4، هتنيه كده 2 وادي كمان ايه 2 حلو، واهو حلو كده. طيب انا المفروض اصلا او هعمل ايه هنا كمان واحدة. طيب انا اصلا هثبتها ازاي؟ هعمل واحدة كده، اخد واحدة كده واحط دي كده، ودي الناحية التانية. حلو حلو. هنثبت ازاي بعد كده؟ هنا هجيب دي كده عليها اللي احنا فكناها، هنجيب كده من هنا كده اهو، استنى عشان اوريكم كده، ونخيط كده عشان لما نقلبها كده تكون ايه بنظافة، يعني تكون شكلها كويس. طيب ومن هنا من تحت هعملها برضو ايه 7 كده، هوريها لكم برضو نحط. طيب بصوا ده شكل الكنار بعد ما حطيته، وحاسه بس ان في حاجه ممكن تتحط، في حاجه ممكن تزيد، ممكن حاجه تدي شكل اكتر واحلى. فانا عملت فكره، عملت الناحيه التانية حطيت فيها اللولي مع الشراشيب دي، اديتها شكل طبعا احلى بكتير من هي لوحدها. طيب انا عملت ده ازاي؟ احنا عملنا الشراشيب قبل كده مع بعض، فهعمل حاجة بسيطة. عندي اللولي بتاعي وعندي ال3 ومقص صغير وابرة وخيط. اوكي طيب انا عندي هنا مش عايزة الجزء ده خالص، هعمل ايه؟ هقصه بكل بساطة وسلاسة، هقص الجزء ده خالص. اوكي كده، وبعدين هعمل غرزة هنا، هربطهم في بعض تاني كده، واحدة، حتى واحدة بس يعني مش مشكلة، بتفرق كتير. وادي التانية. اوكي وبعدين هاخد واحدة لولي
كده اهو، وننزل بيها لحد تحت ومسكتها كده. اوكي، وبعدين هاجي من هنا اهو كده وادخل في الخرزة من تحت لفوق اهو، عشان اثبتها في الشرشوبة كده من فوق اهو. اوكي، هعمل مرة تانية اهو، ثبتت معايا حلو كده. طيب بعدين هعمل ايه؟ هحدد المكان اللي انا عاوزة احط فيه الشرشوبة بتاعتي. انا هنا مثلا حددت هنا عايزاها عالية شوية، واروح جاية داخلة هنا مثلا. اوكي، راجعة تحت كده، واروح راجعة اطلع في الشرشوبة بتاعتي، او ما معرفش اسمها ايه بصراحة يعني لو بتسموها اسم تاني حد ينقذني كده. وبعدين بدخل تاني في الخرزة من تحت اهو كده، وبعدين ادخل تاني في العباية بتاعتي كده. شايفين اهو، سهلة ومفيهاش اي حاجة. هاجي هنا من ورا كده واروح عاملة ايه، غرزة بس عشان اثبت بس.